بعدها بفتره قصيره جدا في 1991 مبرمج انجليزي اسمه اندرو واينستين، شاب بسيط مكافح عنده 25 سنه، مهندس كمبيوتر، مهندس برمجه، كان عايش في بيت اخته بيحاول يشق طريقه في الحياه. اندرو كان قاعدين قاعده كده، وكان جاي لهم صديق من العيله جاي من امريكا، وعامل ايه والحمد لله على السلامه وجبت لنا ايه معاك وبتاع. قام قايل لهم الراجل في لعبه بيلعبوها للان اف ال اسمها فانتسي فوتبول، وليها مجلات وليها وبنستخدم الارقام فيها. الحقيقه اندرو استغرب جدا ازاي الامريكان بيستخدموا الارقام والاحصائيات ان هم يلعبوا لعبه، ولعبه بتحاكي حاجه بتحصل في الحقيقه. طب ازاي؟ اندرو وقتها حبس نفسه في اوضته في بيت اخته في الدور الثاني، وفضل حابس نفسه 3 شهور بيفكر وبيطلع لسيستم جديد للعبه، سيستم يطبق على الكوره الانجليزيه، وازاي يعمل لها سكورينج سيستم ونقط لو خدنا قوانينها دي لكن طبقناها على لعبه الكوره. مش بس كده، اما زود ان بقى عادي ممكن انت يبقى عندك لعيب وانت يبقى عندك لعيب وانا نفسي عندي اللعيب عادي.